هنحتاج ابرتين، ابرة رقم 3 وابرة رقم 4، ابرة رقم 3 للريب وابرة رقم 4 عشان نشتغل باقي الجسم. تمام. هنبتدي دلوقتي. احنا هنشتغل من فوق لتحت، يعني نشتغل من جزء الرقبة لتحت لسن من 5 ل6 سنين. هبتدي اجهز 88 غرزة على الابرة. هنبدأ نعمل دايرة ماشي، وهبتدي ادخل الابرة بتاعتي واجهز 88 غرزة على الابرة. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7. جهزت ال88 غرزة بتوعي على الإبرة بالشكل ده. تمام. دلوقتي هشد كده الخيط بتاعي عشان خاطر اشتغل بشكل دائري. انا بس عايزة اظبط الشكل بتاع الخيط على الإبرة. تمام بالشكل ده اهو، شايفين بالشكل ده. وهحط ماركر في بداية السطر. خدوا بالكم الماركر بتاعي ده علامة عند مكان نص الظهر. الماركر ده علامة على فين؟ علامة على مكان نص الظهر. الماركر ده مكان منتصف الظهر. تمام. هنبتدي بقى اول غرزة بتاعتي بشكل دائري. تمام. نتأكد ان الخيط بتاعي كله اتجاهي لجوه بالشكل ده. تمام. وعندي اول غرزة بشتغلها بالخيطين مع بعض. تمام. وبعد كده اشتغل بالخيط الاساسي بس وهسيب الخيط الزيادة. كده انا اتأكدت ان الغرز كلها ثابتة مش هتفك. تمام. وابتدي دلوقتي اشتغل بشكل دائري سطر كامل بالغرزة العدلة. ابتدي اشتغل 88 غرزة بالغرزة العدلة. خلصت السطر العدل بتاعي بالشكل ده. تمام. ودلوقتي هبتدي اشتغل الريب. تمام. هبتدي كده اشتغل 2 عدل و2 مقلوب، 2 عدل و2 مقلوب. ناخد بالنا اول غرزة عندي اللي اشتغلتها، ناخد بالنا اول غرزة عندي دي اللي انا اشتغلتها بالخيطين مع بعض، اشتغلها بخيط واحد بس او بغرزة واحدة بس مش باتنين. تمام. اشتغلها غرزة واحدة بس، الخيطين اشتغلهم مرة واحدة. تمام. وابتدي اشتغل 2 عدل وبعديهم 2 مقلوب و2 عدل و2 مقلوب. تمام. لحد ما يوصل ارتفاع الريب بتاعي 3 سنتي. تمام. يعني هشتغل سطور 2 عدل و2 مقلوب بشكل دائري لحد ما يوصل ارتفاع القطعة بتاعتي اللي هو الريب بتاع الرقبة يكون الارتفاع بتاعها 3 سنتي. هخلص الجزء ده وارجع لكم مرة تانية اوريكم هنكمل ازاي. يعني مرة تانية خلصت اسطر الريب بتاعتي بالشكل ده لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه. انا وصلت لحد ما كان ارتفاع الريب بتاعي 3.5 سنتي. تمام. حسيت ان كده مظبوط اكتر. طيب مجموعة الاسطر معايا كام سطر؟ انا اشتغلت معاكم سطر بداية. تمام. اللي هو سطر بالغرزة العدلة، واشتغلت بعديه 7 سطور ريب، يعني مجموع الاسطر بتوعي 8 سطور سطر عدل و7 اسطر بغرزة الريب. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هشتغل سطر عدل، وفي نفس السطر العدل اللي انا هشتغل فيه هشتغل 4 مرات تناقص. يعني هعد دلوقتي 21 غرزة، هشتغل 21 غرزة عدل. 1 2 3 4 5 21. كده اشتغلت 21 غرزة عدل. بعد كده الغرزتين اللي بعدهم هشتغلهم 2 مع بعض، غرزة واحدة عدة، وهكرر. هشتغل 21 غرزة وبعدين 2 مع بعض عدل. 1 2 3 4 5 6، وهكرر لحد اخر السطر. 7 8 21 واحدة تناقص، 21 واحدة تناقص، لحد ما اخلص السطر بتاعي وارجع مرة تانية عند سطر البداية. خلصت السطر بتاعي. تمام. وخلصت الاربع تناقص زي ما قلنا، كل 21 غرزة بشتغل واحدة تناقص. تمام. كده العدد معايا ناقص 4 غرز، يعني بدل ما يكون معايا 88 بقى معايا 84. تمام.
دلوقتي هنبتدي نشتغل الأسطر القصيرة للرقبة من الخلف. زي ما قلت لكم مكان البداية عندي هو مكان منتصف الرقبة من الخلف. بصوا كده هنشتغل ازاي. نشتغل أول حاجة 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلت 8 غرز عدل، وبعدين هجيب الخيط بتاعي قدام، تمام، وصلت الغرزة اللي بعدهم الغرزة رقم 9 من غير شغل، اوكي. وبعدين هرجع الخيط بتاعي مرة تانية ورا والف الشغل، تمام، وارجع الغرزة المسلوطة مرة تانية من غير شغل، تمام، وابتدي اشتغل ال8 غرز بتوعي هما بس من الخلف. مقلوبة 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. وكده وصلت عند مكان ايه، مكان الماركر. ثانية واحدة يا قولي. كده وصلت عند مكان الماركر اهو. كده انا اشتغلت ال8 غرز رايح، وبعدين اشتغلتهم تاني راجع، تمام، وبقى معايا ايه الماركر اهو في النص. هعمل ايه، هشتغل 8 غرز الناحية التانية. الماركر بتاعي اهو، هعد 8 غرز واشتغل 8 غرز مقلوب. خدوا بالكم انا بشتغل على الظهر على المقلوب. 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. وبعدين الخيط بتاعي قدام الشغل، تمام، انقل الغرزة رقم 9 من غير شغل، وبعدين ارجع الخيط ورا مرة تانية وارجع الغرزة المسلوطة مكانها، تمام، الف الشغل، اوكي، وابتدي اشتغل عدل لحد ما اوصل عند المكان اللي انا ايه لفيت من عنده المرة اللي فاتت، عند ال8 غرز اللي انا لفيت من عندهم الغرزة اهي اللي انا لفيت من عندها، شايفينها اهي المكان اهو اللي انا لفيت من عنده. هبتدي اشتغل هنا، عندي الغرزة اهي، اول غرزة 1 2 7 8. ماشي كده معايا كام 16 غرزة. هكمل 17 18 19 20 21 22 23 24. دلوقتي انا عملت ايه بعد المكان اللي انا لفيت من عنده الخيط اول مرة، يعني بعد ال8 غرز دول اشتغلت عليهم كمان 8 غرز، وهاجي في الغرزة التاسعة هجيب الخيط بتاعي قبلها قدام الشغل، تمام، هجيب الخيط قدام الشغل، وبعدين هرجع الغرزة دي اسلتها من غير شغل، وارجع الخيط تاني ورا، وارجع الغرزة التاسعة المسلوطة، تمام، والف الشغل، وارجع تاني اشتغل الاسطر القصيرة بتاعتي، بس بدل ما ارجع عند المكان اللي انا بدأت منه هشتغل كمان بعديه 8 غرز. هفضل ازود 8 غرز من الناحية دي و8 غرز من الناحية دي، يعني كل ما اشتغل سطر ظهر هزود 8 غرز، وكل ما اشتغل سطر وجه هزود 8 غرز. كل مرة اشتغل سطر ظهر هزود 8 غرز، وكل مرة اشتغل سطر وجه هزود 8 غرز. هزود مرة 8 غرز يمين ومرة 8 غرز شمال، وهكذا بالتبادل، تمام، لحد ما يبقى معايا 48 غرزة. تمام. هنكمل. ورجعنا مرة تانية، خلصت الأسطر القصيرة بتاعتي بالشكل ده. عدد الغرز بتاعي يمين الماركر 24 وشمال الماركر 24، يبقى كده عدد الغرز بالكامل معايا 48. كده انا خلصت القط اخر 8 غرز. هلف الشغل بتاعي بالطريقة بتاعتي زي ما قلت لكم، ان انا اسلت اجيب الخيط بتاعي قدام الشغل، تمام، واسلت الغرزة التاسعة من على الابرة، وارجع الخيط بتاعي ورا مرة تانية، وارجع الغرزة المسلوطة،
وبعدين الف الشغل بتاعي تمام خالص، وهبتدي اشتغل الغرزة العدلة. عدلت الخيط بتاعي وهبتدي اشتغل ال24 غرزة اللي قبل الماركر بالغرزة العدلة لحد ما اوصل عند مكان الماركر بتاعي. رجعت مرة تانية لبداية السطر بتاعي بالشكل ده تمام. زي ما قلت لكم بداية السطر عندي عند العلامة الزرقاء دي، العلامة دي العلامة بتاعت نص الظهر تمام، يعني دي مكان نص الظهر. طيب دلوقتي انا زي ما انا وريتكم صورة الباترون، هتلاقوا صورته موجودة في اللينك موجود تحت الفيديو. الفيديو فيه 4 ألوان، أو الباترون فيه 4 ألوان سوري تمام. أنا هشتغل بلونين بس. طيب أي شكل في الباترون عليه دايرة أو عليه مظلل بالكامل هنشتغله باللون الكحلي. أي شكل أبيض أو فيه شرطة اللي هي الشرطة دي ماشي هنشتغله باللون اللبني. يعني أي شكل فيه شرطة أو أبيض، بصوا كده المربعات اللي فيها شرطة او المربعات البيضة هنشتغلها باللون اللبني. المربعات المظللة دايرة او المظللة بالكامل هنشتغلها باللون الكحلي تمام. انا هشتغل لونين بس، عايزين تشتغلوا 4 ألوان حاجة ترجع لكم، بس انا حابة اخليه بسيط مش عايزاه يكون تقيل قوي تمام، لان كل طبعا ما الالوان بتزيد كل ما تقل الباترون بتزيد، وانا بستخدم خيط سميك مش خيط رفيع، فحسيت اللونين هيكون مظبوط. طبعا بنقرا الباترون من تحت لفوق، يعني الباترون اللي عندكم بنقراه من تحت لفوق، يعني ده كده معايا اللي فوق ده اخر سطر، لان احنا بنشتغل تزايد واحنا شغالين. اول سطر عندي هو ايه 6 غرز اللي تحت، يعني احنا نبدأ من تحت من عند ايه 6 غرز اللي تحت. فبصوا كده هنعمل ايه. هنبتدي دلوقتي هنشتغل باللون الكحلي، هشتغل معاكم واحدة واحدة تمام لحد ما تفهموا بنقرا الباترون ازاي، وبعدين تكملوا انتوا ايه لوحدكم. هشتغل كده كام سطر لحد ما تفهموا الدنيا ماشيه ازاي. هفك كده الخيط بتاعي. طبعا نسيت اقول لكم الخيط بتاعي كله هيمالايا تمام، هيمالايا انتي بيلينج. فايه الخيط بتاعي نوع واحد. الافضل لما نيجي نشتغل بكذا لون يكون الخيط نوع واحد عشان خاطر ما ايه ما نلخبطش الدنيا، ما يبقاش فيه فرق في المسافات او الحجم بتاع الخيط. طيب بصوا هنعمل ايه، هنضيف اللون التاني ازاي. هجيب حته من الخيط وهسيب كده حته حوالي 10 سنتي بصوا، وهتني هعمل حلقة، وهاجي كده عند بداية السطر ده بداية السطر بتاعي هدخل كأني هشتغل غرزة. طيب نحدد أماكن الخيط. أول حاجة نخلي الخيط الأساسي بتاعي دايما على الشمال ماشي، ونخلي الخيط اللون التاني دايما على اليمين. بصوا كده هخلي البقرة اللي هي باللون الكحلي على اليمين، واخلي البقرة الأساسية بتاعتي اللي باللون اللبني على الشمال اهي ماشي. وهنشتغل بالشكل ده عشان خاطر الدنيا ايه ما تلفش معانا والخيط يدخل في بعضه. اوكي بصوا كده انا دلوقتي هشتغل الباترون عندي بيقول ايه، هشتغل سطر كامل تمام باللون ايه الكحلي. انا السطر عندي المجموعة مكونة من 6 غرز، فهشتغل عندي الباترون بيقول لي ايه. شايفين في الباترون في بيعمل لي في اول باترون واحد كده في دايرة، ركزوا في الباترون هتلاقوا فيه واحد في دايرة، ده معناه ان انا هشتغل في المكان ده تزايد، ده معناه اني هشتغل في المكان ده هعمل غرزة تزايد. بصوا كده انا هعمل ايه. هاجي كده عند بداية السطر تمام وهدخل تمام. شايفين الحلقة اللي انا عملتها باللون الكحل دي، خلينا نعديها الاول من هنا عشان الدنيا ضيقة. شايفين الحلقة اللي انا عملتها دي تمام، هدخلها وهخرجها كأني بشتغل غرزة تمام، وهرجع مرة تانية عند نفس الغرزة من قدام وهشتغل غرزة تانية. شايفين اشتغلت مرتين في نفس الغرزة، واحدة غرزة منفردة وواحدة مزدوجة بالخيطين مع بعض. كده انا عملت اول مرة تزايد. شايفين عملت غرزتين في نفس المكان، كده انا اشتغلت نعتبر الاتنين دول اول مرة في الايه في الغرزة، وبعد كده هشتغل بخيط واحد بس مش بالاتنين. شايفين التانية اهي هشتغل بواحد بس
يعني اشتغلت عندي غرزة واحدة بس بالخيطين، وناخد بالنا السطر الجاي ان احنا ايه نعملها على انها غرزة واحدة مش غرزتين. كده انا عملت اول مرة تزايد زي ما واضح عندي في الباترون، وبعد كده هشتغل 6 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6. تمام. هحط ماركر لو تقدروا تحطوا ماركر. تمام. وبعد كده هشتغل 1 تزايد. ممكن ناخد تزايد بكذا طريقة، ممكن ناخد لفة وبعدين نشتغل الغرزة اللي بعدها وناخد بالنا من اللفة نشتغلها السطر اللي بعده من الحلقة الخلفية، او يعني مثلا لما نيجي ناخد لفة نقلبها نعدلها يعني كده قبل ما نشتغلها. تمام. دي طريقة. ممكن زي ما انا عملت في اول غرزة تاخدوا غرزة من تحت وغرزة من فوق، فاهميني؟ يعني غرزة من قدام الغرزة وغرزة من وراها. انا هاخد لفة. بصوا كده هعمل ايه. التزايد اللي بعده هشتغله ازاي. هاخد لفة اهي من قدام لورا لفة. تمام. وبعد كده هشتغل 1 2 3 4 5 6 واحط ماركر، وهكرر لفة وبعدين 1 2 3 4 5 6 واحط ماركر. تمام. انا بحط ماركر ليه؟ عشان خاطر اعلم لنفسي، مش عايزين براحتكم. انا شويه وهشيله بس عشان خاطر افهمكم. المجموعه دي هي دي الجزء بتاع الباترون اللي انا بشتغله، اللي هما ال6 دول بس. يعني كل 6 مجموعه في الباترون، كل 6 مجموعه في الباترون، كل 6 مجموعه في الباترون، عشان ايه ما يحصلش لخبطه. ده اول حاجة. تاني حاجة الباترون ده بيتكرر كام مرة؟ 14 مرة. يعني 1 2 3 هكمل لحد نهاية السطر لحد ما اكون 14 مرة. 1 تزايد وبعدين 6 غرز عدل، 1 تزايد و6 غرز عدل، 1 تزايد و6 غرز عدل. كام مرة؟ 14 مرة. كده انا اشتغلت 1 تزايد لفة، يعني 1 2 3 4 5 6 ماركر، وبعدين لفة 1 2 3 4 5 6. تمام. هكمل السطر بتاعي لفة وبعدين 6 غرز، لفة و6 غرز، لفة و6 غرز، لحد ما ارجع مرة تانية عند الايه الماركر بتاع البداية بتاعي، او لحد ما اخلص ال14 تكرار. 1 2 3 4 5. هخلص ال14 وارجع لكم مرة تانية. وصلت لاخر مجموعة معايا بالشكل ده. هاخد لفة. تمام. وبعدين هشتغل اخر 6 غرز. 1 2 3 4 5 6. وصلنا مرة تانية لبداية السطر. هنقل الماركر بتاعي وناخد بالنا ان الخيط الاساسي لسه متوصل عندي اهو، انا مفكتوش. تمام. ناحية الشمال اهو ده الخيط الزيادة، الخيط الاساسي اهو متوصل ناحية الشمال. نخلي الخيط الزيادة ده عشان خاطر انضفه بعدين في الاخر. تمام. ده كده معايا بداية السطر. نقلت الماركر بتاعي وهنبدأ في السطر اللي بعده. تمام. زي ما قلنا الخيط الزيادة او التاني على اليمين، والخيط الاساسي بتاعي على الشمال. تمام. وهنبتدي سطر رقم 2. نبدأ مع بعض السطر رقم 2. السطر رقم 2 بيقول ايه؟ 1 لبني وبعدين 3 كحلي، 1 لبني و2 كحلي تزايد. 1 لبني، عندي اللبني اهو على الشمال. هشتغل اول غرزة معايا في السطر غرزة لبني. تمام. اهو نشد الخيط لتحت. تمام. عشان خاطر يظبط معانا. 1 لبني وبعدين 3 كحلي. هسيب اللبني اهو وهاخد الكحلي ناحية الشمال، ناحية الغرزة الخيط الايد انا بشتغل بيها. وبعدين اشتغل 1. ناخد بالنا من الغرزة اللي احنا اشتغلناها دبل، نشتغلها غرزة واحدة. 1 2 3 كحلي. تمام. وبعدين 1 لبني، هسيب الكحلي
واخد لبني، اشتغل غرزة لبني، وبعدين 2 كحلي وتزايد، ماشي، وياخد لفة 2 كحلي، اتنين كحلي، ماشي، واللفة. طيب انا هشتغل اللفة بأنهي لون؟ عندي لفة او الغرزة التزايد هشتغلها بأنهي لون؟ بشتغلها باللون الاساسي في السطر. يعني انا عندي اللون الاساسي السطر ده اللون الايه؟ اللون الكحلي، فهشيل ماركر اهو وهشتغل اللفة باللون الايه؟ الكحلي. تمام. طب السطر اللي بعديه عندي ايه؟ لبني، ناخد بالي بس ناخد بالنا اللفة ما تفلتش. تمام. واشتغل الغرزة اللي بعدها ايه؟ عندي اللي بعدها لفة، هقلبها واشتغلها عدلة اهو بالغرزة الايه؟ اللبني. تمام. وبعد كده عندي ايه؟ 1 2 3 كحلي، اللفة اهي هجيبها ورا واشتغل 3 كحلي، 1 2 3 كحلي. تمام. وبعدين واحدة لبني، وبعدين غرزتين كحلي، واللفة بلون الكحلي. وبعدين هشيل ماركر، عندي اقلب اللفة دي بتاعت السطر اللي فات هقلبها، وبعدين اشتغلها في الغرزة الامامية بالخيط اللبني. تمام. واسيب الخيط اللبني. وبعد كده عندي ايه؟ الخيط الكحلي اهو انا اشتغلت بيه اللفة، واخد بالي اللفة ما تفلتش، ارجع الخيط ورا واشتغل التلاتة كحلي، 1 2 3 كحلي. وبعدين غرزة واحدة لبني، غرزة لبني، وبعدين 2 كحلي. هسيب اللبني اهي واخد الكحلي واشتغل 2 كحلي، واشيل الماركر واعمل اللفة باللون الكحلي واسيبه، وبعدين اخد اللون اللبني واقلب اللفة بتاعت السطر اللي فات اعدلها بالشكل ده واشتغلها غرزة عدلة من الحلقة الامامية. تمام. واسيب اللون اللبني وارجع للون الكحلي مرة تانية واشتغل 3 كحلي، وهكرر الباترون بتاعي 14 مرة. واحدة لبني، 3 كحلي، واحدة لبني، 2 كحلي، لفة باللون الكحلي، وبعدين ارجع من الاول. تمام. ناخد بالنا ان اللفة بتاعت السطر اللي فات، تمام، نقلبها قبل ما نشتغلها، نقلبها قبل ما نشتغلها عشان خاطر لو ما قلبناهاش وما عدلناش الغرزة هيبقى فيه فراغ. تمام. هخلص السطر ده وارجع لكم مرة تانية نبدأ السطر التالت مع بعض. خلصت السطر رقم 2 ده الشكل معايا، بصوا اهو. وهبدأ دلوقتي السطر رقم 3. السطر رقم 3 عندي بيقول ايه؟ بيقول هشتغل واحدة لبني و3 كحلي، واحدة لبني و3 كحلي لحد نهاية السطر. بصوا السر عشان خاطر تقدري تشتغلي تابستري او الوان في التريكو انك تسيبي الخيط مكانه، ما تحركيهوش معاكي. يعني دايما الابرة البقرة اللون تثبتي مكانه، اللون ده على اليمين خلاص خلينا على اليمين دايما، اللون ده على الشمال خلاص خلينا على الشمال دايما. ما تحركيش الخيط كتير عشان خاطر ما تتلخبطيش، كل ما تحركي الخيط هتتلخبطي، فاهميني؟ خلي الخيط مكانه ثابت ويرجع مكانه، دايما تشديه ترجعيه مكانه ناحية البقرة، حتى لو الخيط فيه سايب معاكي رجعيه ناحية البقرة كده، لميه. ماشي. لمي الحاجات اللي انا حطاها دي برضو ملهاش لازمة خلاص. وخلي الباترون قدامك واعرفي تقري الباترون ازاي. بنقري الباترون، انا عندي هنا بقراه من يمين للشمال، تمام، وبقراه من تحت لفوق. تمام. ده الاتجاه بتاعي. الباترون زي ما قلت لكم موجود عندكم، وبراحة واحدة واحدة زي ما مشينا كده نشوف مكتوب ايه ونقراه. ولما نيجي نعمل تزايد بنعمله ايه؟ بالشكل ده، لفة من قدام لورا، اللفة بتاعت التزايد من قدام لورا. تمام. وبعملها باللون الاساسي
لفة التزايد من قدام لورا. ولما باجي بشتغلها بقلبها، تمام، بقلبها عشان خاطر ما يطلعش فيه فراغ، لاني لو ما قلبتهاش هيطلع فيه خرم تحتها، خدوا بالكم. تمام. تاني حاجة التزايد بنشتغله بنفس لون السايد في السطر. يعني مثلا سطر مثلا زي ده، تمام، هنشتغل التزايد باللون الكحلي. السطر اللي بعده 2 كحلي و2 لبني. مش فارقة، اختاروا اللي انتوا عايزينه، بس غالبا هيبقى كحلي لان اللون الكحلي هو اللون السائد في السطور اللي قبليه واللي بعديه. فاهميني، هي بتبقى براحتكم، بس نشتغل على قد ما نقدر التزايد باللون السائد في السطر، او لون الغرزة اللي تحتها على قد ما نقدر، او لون الغرزة اللي تبقى فوقيها، بحيث يبقى الشكل شكله متناسق كده وشكله حلو. نشتغل السطر التالت واحدة لبني 3 كحلي، واحدة لبني 3 كحلي، تمام، لحد نهاية السطر. انا عندي اخر واحدة تزايد اهي عندي بلون الكحلي، وهنقل الماركر، تمام. وبعد كده هشتغل واحدة لبني 3 كحلي. طبعا الكحلي عندي اهو على اليمين، مش عايزاه. واحدة لبني فوق اللبني، هشتغل واحدة لبني، تمام، واسيبها شمال زي ما هي، وارجع تاني اخد الكحلي واشتغل 3 كحلي، 1 2 3. وبعدين فوق اللبني واحدة لبني، تمام، واسيبه. وبعدين ارجع تاني اخد 3 كحلي، 1 2 3. بصوا كده التالتة عندي دي لفة، شايفين اللفة اهي، هقلبها، هسحبها اهي، وبعدين رجعتها تاني مقلوبة، واشتغلها عدلة من الحلقة الامامية. شايفين انا لو اشتغلتها في الحلقة الخلفية هتسيب لي فراغ، شايفين الفراغ ده انا مش عايزاه، فهرجع اعدلها وبعدين اشتغلها عدلة من الحلقة الامامية. كده انا عملت حلقة وما عملتليش مفيش تحتها فراغ، كده انا قفلت كويس والسطر معايا اتقفل. بعد كده واحدة لبني، والخيط اللبني هو يرجع مكانه، وبعدين اخد الخيط الكحلي واشتغل 3 كحلي، 1 2 3. ماشي. طب خليني اوريكم الشكل في الظهر عامل ازاي. بصوا كده، شايفين الشكل في الظهر نضيف ازاي ومنتظم اهي. ده الجزء اللي انا اشتغلته، شايفين شكله نضيف ازاي. انا عايزه اشتغل ويبقى الشكل معايا كده نضيف ومنتظم، مش مشدود ومش مرخي قوي، تمام. ده اهم حاجه، الخيط ما يكونش مشدود جامد، والخيط ما يكونش مرخي او سايب جامد، تمام، يبقى مظبوط كده. بصوا كده بره الخيط بتاعتي، الخيط شكله نضيف جدا من جوه، تمام، مش شادد قوي بحيث ان هو صعب يتلبس البلوفر، ومش سايب قوي بحيث ان هو يبقى عامل قمم وهضاب وحاجات كده والخيط يبقى مكلكع في بعضه. لا، الخيط شكله منتظم، وده بسبب ان كل خيط لوحده، الخيط مش معكوك مع بعضه، ده لوحده وده لوحده، تمام. ودايما لما تبتدوا مشروع تبستري ابتدوا بالوان قليله، لونين او 3 بالكتير لحد ما تتمكنوا منه يعني، تمام. لو مبتدئين تشتغلوا معايا القطعه دي باذن الله مش تكون صعبه، يمكن يبقى صعب اول سطرين او 3 سطور بس، وبعدين الموضوع هيبقى تمام وزي الفل. انا هكمل الباترون بتاعي، هخلص الباترون كله بتاع الجزء بتاع التبستري ده، تمام، وارجع لكم مرة تانية نكمل ونشوف هنمشي ازاي. طبعا زي ما قلت لكم الباترون هتلاقوه موجود، اللينك بتاعه هتلاقوه موجود في صندوق الوصف، انا موجود عندي على الفيس، تمام. لو حابين نسأل اي حاجة او نستفسر تحت الباترون بقى على الفيس احسن، ونتكلم مع بعض هناك. عايزين نسأل هنا مفيش مشكلة، زي ما انتوا عايزين، بس هتلاقوا اللينك بتاع الباترون موجود تحت السكرين بتاعه. هو باترون فري، ماشي. انا بس عدلت فيه شوية حاجات بس، وهنرجع هخلص الجزء ده وارجع لكم مرة تانية ونشوف هنكمل ازاي. رجعنا مرة تانية، خلصت الجزء اللي بشتغل فيه اللونين بالشكل ده، تمام. ده طبعا جزء الظهر، ده القفا بتاع الظهر اللي هو فيه قطعة زيادة اللي عملنا فيه الارتفاع بتاع الظهر، وده الامام اهو كده، شايفين ده الامام، والناحية التانية الظهر. دلوقتي خلاص انا مش عايزة اللون الازرق او اللون الكحلي ده، انا مش عايزاه، عايزة اصح اوريكم الشكل من ورا. شايفين شكل الظهر عامل ازاي؟ بس اتبعوا نصيحة واحدة، ان احنا بس نفصل اللون يمين ولون شمال ونثبت الاماكن، منحركش البكرات خالص، حتى لما نرجع نشتغل مرة تانية نثبت مثلا اللون ده هنا واللون ده هنا،
بس هيبقى الشكل معايا بصوا نضيف كده زي من جوه، مفيش خيط راكب على بعضه او شكله مش حلو. الخيط شكله نضيف جدا ومنتظم. بصوا مفيش اي خيوط طالعه او بارزه. بصوا كده هنعمل ايه. انا كده خلاص مش محتاجه اللون الكحلي مره تانية. ده كده بدايه السطر معايا. هسيب جزء من الخيط عشان خاطر انضفه، وخلاص كده البكرة الكحلي بتاعتي انا مش عايزاها تاني. وهرجع اشتغل باللون الاساسي بتاعي اللي هو اللون اللبني ده او البيبي بلو. تمام. هنشتغل دلوقتي انتوا لو معايا بالعدد اللي انا شغالة بيه مظبوط، اللي هو العدد لسن من 5 ل6 سنين، هيكون معاكوا دلوقتي 224 غرزة. يعني المفروض العدد معاكم بالكامل يكون 224 غرزة. بعد ما اشتغلنا التزايدات بالظبط زي الباترون يكون معانا 224 غرزة. وناخد بالنا من الباترون، التزايد بيكون في بداية السطر او في نهايته، ناخد بالنا من الجزء ده. لو حسيتوا ان العدد مش 224 غرزة يبقوا انتوا كنتوا شغالين غلط. لو الرسمة معاكم مختلفة يبقى انتوا كنتوا شغالين غلط. نعيد تاني، مفيهاش مشكلة خالص، نعيد تاني لحد ما ايدينا ما تظبط. طيب انا كده دلوقتي معايا 224 غرزة. هشتغل سطر كامل باللون الاساسي او لون البيبي بلو معايا. تمام. وانا شغالة هوزع 4 غرز، يعني هزود 4 غرز وانا بشتغل. هحاول اوزعهم بالتساوي. هقسم 224، يعني كل 50 غرزة، كل 51 غرزة هزود غرزة. هعد 51 غرزة وازود غرزة، هعد 51 غرزة وازود غرزة. هشتغل سطر باللون اللبني وازود فيه 4 غرز. تمام. كل 51 غرزة هزود غرزة. تمام. بحيث انا عايزة العدد معايا يكون في الاخر 228 غرزة. هشتغل السطر ده وهعمل التزايد بتاعي، وهرجع لكم مرة تانية عشان خاطر نقسم الأكمام ونشتغل جزء الجسم. كده احنا خلاص خلصنا يعتبر الجزء بتاع الرقبة والأكتاف. هنشتغل دلوقتي هنفصل الأكمام ونشتغل الجسم. هخلص السطر ده ونرجع نفصل الأكمام سوا.